خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ازيكم؟ أنا عمر عزازي، مدرس استشاري جراحة الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة. خليني أفكركم زي ما بقول كل مرة إن سلسلة الحلقات دي مش تفسير قرآني، ولكنها بتتكلم عن الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجية من جانب خبرتنا في الذكورة واللي بنشوفه في العيادات كل يوم. الآية دي بتتكلم عن أصل فكرة الزواج نفسها، لتسكنوا إليها، يعني تلاقي عندها الطمأنينة والراحة والاستقرار. والسكن هنا مش مجرد بيت، لكن سكينة نفس وهدوء قلب. وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي المحبة اللي ظاهرة بينكم في التعامل، والرحمة هي اللطف والاحتواء، خصوصا وقت الضعف والمرض والمشاكل. يعني العلاقة مش قايمة بس على الانجذاب، لكن على سكن حقيقي ورحمة ومودة متبادلة. الله، طبعا احنا عارفين الآية دي ما يخلوش منها أي كتاب بكتاب، وبنستشهد بيها كتير قوي قوي قوي. المشكلة لما تتحط استشهاد بس وما تتطبقش في الواقع، وعلى طول بنقول مودة ورحمة. طب هل احنا فاهمين علميا المودة والرحمة في الجواز جت ازاي؟ يمكن اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن التفسير العلمي ان العلاقة الزوجية هي واحدة من الأسباب المهمة لتقليل الكورتيزول وزيادة الاندورفينز اللي هي هرمونات السعادة عند الإنسان. لكن انتوا عارفين ان الكورتيزول لو معلش ايه اللي ممكن يحصل؟ على طول الإنسان هيبقى في ستريس وعصبية، وعلى طول الكورتيزول هيبقى الليفل بتاعه عالي، وعلى طول في ضغط، والحياة بطبعها الجديد بقى كده. والضغط ده واحدة في واحدة يعمل مشاكل في القلب. تخيل بقى لما الراحة والاسترخاء والمودة والرحمة يخلي الكورتيزول ده يقل، والاكستوسين والاندورفينز يعلوا، فيبدأ القلب والنبض ينتظموا، وضغط الإنسان كمان يبدأ ينتظم. هو ده بقى المعنى العلمي والحقيقي للمودة والرحمة، إن الأزواج مفروض يجوا يلاقوهم في العلاقة الزوجية. ويمكن إحنا قلنا في أول حلقات البرنامج إن إزاي إن الجواز أساسه هو العلاقة الزوجية، وإن ده نيد وسرفايفل عند الراجل، وإن دي مش حاجة عيب إنه يطلب العلاقة الزوجية ولا حرام ولا تعيبه. لكن هل العلاقة الزوجية بس لوحدها كده كافية؟ لا، الجواز عمره ما كان مرتكز فقط على العلاقة الزوجية، حتى لو كانت هي أهم حاجة أو الجزء الرئيسي، لكن لابد من السكن والمودة والرحمة. يمكن نكون بدأنا بالانجذاب العاطفي والعلاقة الزوجية، لكن المودة والرحمة هم اللي بيخلوا العلاقة تكبر، هم اللي بيوصلوا لعشرة العمر، هم اللي بيخلوني في العيادة أشوف أزواج كتيرة ربنا بيبارك لهم. الراجل شايل الست شيل، بيقول لي دي أم العيال وعشرة العمر دي كلها، والست تكون داخلة في العيادة معاه. دول أكتر ناس بنبسط إن هي داخلة مع العيادة وبتشاركه وعايزاه يتعالج وعايزاه يبقى مبسوط، وتقول لي أنا أشيل من عرضي شيل، ولو اطول ابوس التراب اللي تحت رجلي. ودي حاجه ربنا بيكرمهم، بتفرحني جدا، وبتبقى مثال قصاد عيني عايزين نوصل له لكل الناس التانية اللي بيكون في مشكله عندهم في الموده والرحمه، لان دي لوحدها برضه هتكون عامل رئيسي من عوامل الضعف والاختلاف بين الزوجين. السكن يعني احساس بالامان يقلل التوتر، والموده يعني قرب عاطفي يرفع هرمونات السعادة زي الأكستوسين والإندورفين، والرحمة يعني احتواء وقت الضعف قبل وقت القوة. هو ده المودة والسكن والرحمة الحقيقية، وهم دول كلمة السر لحياة زوجية مستقرة وسعيدة حتى في أوقات الضعف. وزي ما بنقول كل مرة، خليكم فاكرين اوعوا تسمحوا للشرخ إنه يحصل، عشان لو حصل صعب يتصلح. كل سنة وانتم طيبين.